السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بطولة جديدة بيضيفها جوارديولا لتاريخه العظيم، وأولى بطولات أو تاني بطولة أوروبية لمانشستر سيتي، بس المرة دي هي السوبر الأوروبي. الوضع كان ماشي لحد إن أنت كنت بتقول إن إشبيلية هي اللي هتنهي الماتش وإن هي اللي هتكسب الماتش، وانفرادات يوسف النصيري وكلام كتير. بس كتيبة مانشستر سيتي أو مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا كان ليهم رأي تاني. أنت على قد ما أنت هتضيع ومش هتعرف تكسب، أنا هعاقبك وأنا اللي هعرف أخطف منك الماتش في الآخر، سواء بقى ضربات جزاء زي ما حصل، سواء بأي طريقة من الطرق. المهم أنا اللي هعرف أكسب في الآخر وأنا اللي هعرف أخد الماتش. واضح إن في غياب دي بروين فهتبقى في نص الملعب مانشستر سيتي هيبقى فيه شوية خلل. فودن مع مكان جديد اللي هو اللي هياخد مكان دي بروين، الموهبه الجديده اللي طلعها جوارديولا اللي هو بالمر، جريليش اللي هو مش قادر برضه ان هو يسد زي ما كان دي بروين كان موجود، هالاند اللي في النهائيات كلها لحد دلوقتي مش عارف يسجل ولا هدف. ودي علامه استفهام كبيره ان انت في كل ماتشات الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا او ايا كان انت ما سجلتش اهداف، او انت بتسجل اهداف في المباريات العاديه، تيجي في النهائيات او الماتشات اللي هي بتأدي للنهائي انت بتختفي اختفاء تام. فدي حاجه غريبه. بس خلينا نقول ان هو لحد دلوقتي لسه برضه ممكن نقول في بدايه السيزون لسه بنكون اللعيبه بتتكيف على خطه جديده ووضع جديد في الفريق، فده اللي بياخد وقت شويه مع كل لاعب، سواء بقى هالاند، سواء دي بروين، سواء فودين، بالمر، جريليش، او كوفازيتش اللي داخل جديد لسه على الفريق، وان هو المفروض انه بيعوض غياب حته تقيله في وسط ملعب مانشستر سيتي وهو جوندوجان. جوندوجان اللي بالمناسبه كان مستمر مع مانشستر سيتي 3 سنين، وان هو كان قادر يشيل وسط الملعب مع دي بروين بشكل كبير جدا، مع تألق رودري الفترة الأخيرة، وإن هو برضه بقى يسند معاه وبقى في الصورة ودخل في الصورة بشكل أكبر، وكان بيبقى في حتت تكتيكية زي الجون اللي جابه في الإنتر في نهائي تشامبيونز ليج. فكوفازيتش لسه الوقت بتاعه او لسه هياخد وقت، ما ياخد وقت اكتر من كده، فهو الراجل هيدخل في الخطه او في التشكيله بتاعت مانشستر سيتي وهيأدي بشكل كبير جدا. الراجل ده من ايام ما كان بيلعب اصلا في ريال مدريد وقبلها ما كان في انتر، في اي وقت كان بيحتاجه زيدان معاه في ريال مدريد كان بيلاقيه. اختراقات من النص من المرمى بتاعك لمرمى الخصم، كان عليه في وقت جديد جدا، كان زيدان بيستخدمه في مراقبة ميسي وكان طبعا بيفشل فيها، بس إلى حد ما كان بيسد. تعجب جوارديولا أو يبقى جوارديولا هو اللي عايزه، كمان هو مختاره بالاسم، فأكيد هو محتاجه لحاجة معينة وشايف إن هو الوحيد اللي هيقدر يعوض غياب جوندوجان. بالأخص إن هو كمان جوارديولا كان بيحب جوندوجان جدا وكان بيحترمه بشكل كبير جدا. فتنا ماتشين او 3 للسيتي وكان في اختفاء لحد دلوقتي لبرناردو سيلفا، اللي انا مش شايف له وجود لحد الان، وهو كان اساسي على رياض محرز السنه اللي فاتت كلها. جوارديولا قال لك تصريحه كده في الفتره اللي فاتت، قال لك انا مش عايز اشتغل مع اي لاعب هو مش حابب يشتغل او مش حابب يقعد في النادي. فلحد دلوقتي برناردو سيلفا مش موجود، وبالمر هو اللي بقى ياخد مكانه. وبالمر جاب جون في ارسنال في ماتش الدرع الخيريه، والماتش بتاع امبارح بتاع اشبيليه في السوبر الاوروبي. طيب انت مع بالمر كده المفروض يبقى بديله برناردو سيلفا، بس برناردو اصلا لا يعتمد عليه، او الفتره اللي جايه انا مش شايفه في الصوره مع مانشستر سيتي بشكل كبير، اللي هو بالمر اساسي وبرناردو هو الاحتياطي، زي ما كان برناردو اساسي ومحرز هو الاحتياطي بتاعه، وكان برناردو هو برضو اللي بيلعب بشكل كبير. فهل بقى الفترة الجاية هيتم الاعتماد على بالمر بشكل كبير وهيبقى الحتة الأساسية أو الوينج رايت الأساسي في تشكيلة السيتي؟ خلي الأيام تشوف. وكمان في فترة التعاقدات لسه ما اتقفلتش، ممكن تلاقي برناردو جاله عرض سعودي، أو إن هو عايز يلعب في برشلونة زي ما هو كان بيتمنى، أو أيا كان. في حتة تانية ياسين بونو امبارح عمل ماتش في منتهى الجمال، شال أكتر من كورة وراجل عمل ماتش جميل جدا. ياسين بونو اللي المفروض ان احنا اللي المفروض اللي كان يتم معاه ان هو كان يبقى هو اللي موجود في ريال مدريد مكان تيبو كورتوا، بس الاداره الجميله بتاعتنا راحت جابت لنا كيبا اللي هو الاحتياطي في تشيلسي لمده موسم واحد، على امل او لحد ما كورتوا يرجع. مش دي قصتنا. القصه الثانيه ان ياسين بونو خلاص بيقرب من الهلال، او هو فعلا لما مدرب اشبيليه امبارح طلع صرح قال لك ان ياسين بونو مش هيكمل معاه.
الفكره دلوقتي في الدوري السعودي بقت خطر على الانديه الاوروبيه. انا فاكر كان جارجر وجاري نيفلي كانوا بيهاجموا السعوديه انها بقت تخطف النجوم، وبيطالبوا الدوري الانجليزي او رئيس اتحاد الدوري الانجليزي ان هو يحافظ على النجوم هو الاتحاد الاوروبي. فالسعوديه بقى ادت اوروبا كلها خطر. هتقولي بقى اصل فلوس مش فلوس، مش قصتنا. القصه في الاخر ان اللاعب بدل ما ان اللاعب بيلعب في فريق اوروبي كبير، بتلاقي في ثانيه لثانيه هو موجود في الدوري السعودي. نيمار فجأة لقيناه الهلال أصلا بيتعاقد معاه، بيعلن التعاقد معاه ومديله حاجات خيالية ليه، زي مصحفة الأسد طلعت وإعلنت الكلام ده. ياسين بونو اللي خلاص كمان هو كمان بيقرب من الهلال. فواحد زي ياسين بونو ده أنا كان شايف إن هو كان يكمل في أوروبا أحسن مليون مرة من إن هو يدفن نفسه أو يعني لسه بدري على حتة الدوري السعودي، يعني لسه بدري شوية. هتقول لي نيمار، ما نيمار راح. نيمار اصلا احنا عارفين قصه نيمار، هو اول حاجه عنده او اهم حاجه عنده هو الفلوس، دون بقى دون البطولات، دون ان هو ياخد كره ذهبيه كاس عالم. اهم حاجه عنده ان هو الفلوس. وبعدين راجل معمول له 100 مليون يورو في السنه، مين مش هيوافق على عرض زي ده؟ ودماغه اصلا لعيبه البرازيليين كلهم دماغهم تبقى محشيه فلوس. اهم حاجه عنده ان هو ياخد فلوس، لا اكتر ولا اقل. بس واحد زي ياسين بونو بالماتش اللي عمله امبارح، بالمستوى اللي بيقدمه، كان واخد احسن لاعب في او احسن حارس في الدوري الاسباني الموسم اللي فات او الموسم اللي قبل اللي فات. كان يكمل في اوروبا. ده كان كمان كان يعني كان البايرن قربت انها تتعاقد معاه، لولا برضو بعد الرتوش او بعد التعقيدات اللي اعطاها اشبيليه ما خلتش الصفقه انها تتم. فلاعب كان بيقرب من البايرن وكان بيقرب من ريال مدريد، فجاه بقى في الدوري السعودي. مع احترامي في الدوري السعودي والخامة اللي بيقدمها في الملاعب والتصوير واللعيبة وكل حاجة، بس كنت أتمنى إن واحد زي ياسين بونو ده فعلا يكمل بس سنة أو سنتين كمان في أوروبا. بس هي دماغه كده، ودماغ وعدم الفلوس تدخلت في أي حاجة أو في دماغ اللاعب، هي دي بتبقى قرارات اللاعب في الآخر. الفيديو يكون عجب حضراتكم النهاردة، وأتمنى إن أنت تنزل تشترك في القناة بتاعتي وتدعمني بلايك، وما تنساش تفعل زر الجرس. سلام.